هل الفلات فود بتأثر على الأداء في البطولات ولا لا؟ أنا شايف طبعا إنها بتأثر، لأنها بتأثر على الرجلين، بتخليها إنها تتعب بسرعة، والرشاقة والخفة على الحلبة مش أحسن حاجة. كمان الفلات فود بيعمل ضغط على المفاصل وأنت بتلعب، ده بيبان بالنسبة للناس اللي بتمشي، ما بالك بالناس اللي بتتمرن. طيب هل كده الفلات فود مانع إن أنا ألعب ملاكمة؟ أو لو عندي فلات فود يبقى ما فيش عندي امل ان انا امارس رياضه الملاكمه؟ اي حد عنده فلات فوت المفروض ان هو يعمله هو تقويه الرجلين، تمارين بسيطه زي انك تمشي على اطراف رجليك مثلا، زي كمان ان انت تشيل اوزان وتبدا ان انت تطلع على المشط وتنزل تاني. كمان تدريبات السرعه للرجلين مهمه جدا علشان تعوض معاك علو التقوس او تحسين الاداء. ممكن كمان تشتغل على نط الحبل بسرعه، وكمان تدريبات الفوت وورك مهمه جدا. كل الحاجات دي مع بعض هتقدر ان هي تفيدك لو عندك نسبة الفلات فول. طيب ولو جربت كل ده ولقيت نفسك مش مرتاح، هنا بقى ممكن اقول لك انك ممكن تشتغل على اسلوب الزحف بدل الحركة. يعني امشي على رجلك بمبدأنا فاكرينه، مشط كعب مشط كعب. اقعد على رجلك صح وابدأ اتحرك بدل ما انت بتتنطط، وسيطر على الخصم بتاعك من خلال التقفيل الكويس وسرعة رد فعلك والهجوم، الكاونتر اتاك، قطع المسافات على الحلبة. اسلوب المشي والزحف هيبقى مفيد ليك لو انت قررت، لو عندك نسبه فلات فوت وعاوز تكمل في الملاكمه ومش عاوز تتنطط كتير او حاسس ان الموضوع متعب بالنسبه لك، يبقى استخدم الاسلوب ده: ركوز على الارض، زحف لقدام، شيل الضربات، كاونتر اتاك، وهجوم على اركان الحلبه، تاخد الخصم على اركان الحلبه وتضغط عليه. الاسلوب ده هيكون مفيد ليك جدا وهيعادل معاك فكره الفوت وورك على الحلبه.